تعزف على وتر الجنس والدعارة تعلن أنها في عددها القادم ستبين حقيقة محمد بن عبد الله. يا مسلمون يا خبثاء، من أنتم أيها الأقزام لتنالوا من ضرة تاج الجنس البشري كله، لتنالوا من محمد بن عبد الله؟ أين المسؤولون؟ أين المسؤولون في الأمة؟ أين المسؤولون من المسلمين الذين يسمعون لجريدة تعلن أنها ستبين الليالي الحمراء لمحمد بن عبد الله، للطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، للشريف الذي علم الدنيا الشرف، لضرة تاج الجنس البشري كله، لأطهر خلق الله محمد. والله لن تنالوا من محمد بن عبد الله أبدا. أنا أقول هؤلاء أعلنوا ما تحمله صدورهم، أعلنوا ما تحمله قلوبهم. لا يطعنون في الثوابت فحسب، بل يطعنون في الله، ويطعنون في رسول الله، ويطعنون في الإسلام بأركانه، ويخططون لإخراج المسلم عن دينه. فانتبه يا أخي، انتبه أيها المسلمة. والله العظيم القلب يتمزق، والله العظيم القلب ينخلع. احذر، دينك مراد، عقيدتك مرادة، توحيدك مراد، عبادتك مرادة. أحذر نفسي وأمتي وأحذر المسؤولين. أقسم بالله لن تسمح الأمة أبدا لأي قزم كلب حقير ينال من البشير النذير صلى الله عليه وسلم. والله لن تسمح الأمة أبدا. والله سنقدم دماءنا وأرواحنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأقول للمسؤولين: لو تركتم هؤلاء السفهاء فأنتم تشعلون النار، نار الفتنة، ولن تحصبوا إلا الخراب والبوار. لا تسمحوا للسفهاء أن ينالوا من إمام الأنبياء، من سيد الأصفياء. قبل أن تكتب كلمة أرجو من المسؤولين إن كانوا يعقلون أن يأخذوا على أيدي هؤلاء المجانين وعلى أيدي هؤلاء المجرمين الذين يقولون مثل هذه الكلمات التي لا أريد أن أكررها أو أن أرددها. فما عرفت الدنيا ولن تعرف أطهر من محمد. والله ما عرفت الدنيا ولن تعرف أطهر من محمد. والله ما عرفت الدنيا ولن تعرف أطهر من محمد ولا أشرف من محمد الذي زكاه مولاه ورفع قدره مولاه. من يرفع الله قدره، من يعلي الله شأنه. لو اجتمع المسلمون الكذابون على وجه الأرض لن ينالوا منه. لكنني فقط أريد أن ألفت الأنظار لأولئك الذين يتحدثون عن هؤلاء غير مسلمين في الدنمارك وفي غيرها الذين ينالون من رسول الله، ها هم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ويريد هؤلاء الأفاكون المجرمون الكذابون الآثمون، يريد هؤلاء أن ينالوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينتقم من كل من ينال من رسوله. أسأل الله أن ينتقم من كل من ينال من رسوله. أسأل الله أن ينتقم من كل من ينال من رسوله. والله الذي لا إله غيره سنقدم دماءنا وأرواحنا. بئست حياة نقبل فيها أن يهان رسول الله. بئست حياة نقبل فيها أن يتطاول قسم على ضرة تاج الجنس البشري كله. خلي بالك،
لابد أن تكون لك وقفة. والله يا أخي أنت لا تقبل أن يسب والدك، والله لا تقبل أن تسب أمك، فكيف تقبل أن يسب حبيبك؟ وكيف تقبل أن يسب قرة عينك وحبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لن نسمح، والله لن نرضى، والله لن نقبل.